السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتما كتشاهدوا هذا الفيديو. مبروك عباشركم، ان شاء الله تصوموا بالهنا ونوصلكم معلومه باش تقدروا تصايبوا الشباكيه من اول مره ان شاء الله وتنجح معاكم. هنايا كنحتاج واحد 2 كيلو ديال الطحين ورص رطب، غربلته من قبل. كنحتاج ليهم واحد الزلافه ديال الجنجله اللي طحنتها مزيان ونيلتها، ما يكونش فيها دوك الحبيبات باش ما تقطعش لكم العجينه. وعندي مثل ديالها ديال اللوز حتى هو طحنته مزيان باش ما يبقاش فيه ديك الحبيبات. وباش البنات هادشي راه ما محمر ما والو، يعني نيشان مسحتهم صافي وطحنتهم خضرين، يعني ما مقليين ما والو. كنحتاج هنايا واحد المعلقه ديال القرفه عامره كبيره. الا كنتو غديروا كيلو ديروا معلقه صغيره. كنحتاج هنايا 3 الحبات او 4 ديال المسكه الحره اللي طحنتها مع معلقه ديال سكر حبيبات. عندي هنايا معلقه ديال حبه حلاوه، حتى هي طحنتها وغربلتها باش ما يبقاوش فيها دوك الحبيبات. معلقه كبيره عامره. الا كنتو غديروا كيلو ديروا نصها. هذه حبه حلاوه وديك النافع وقيله والله ما عرفت، المهم بحال نفس العبار. عندي هنا قبيصه ديال الملحه باش تعدل لينا الذوق. عندي هنايا واحد 2 ساشيات ديال الخميره الحلويات 8 غرام، جوج كل وحده كتوزن 8 غرام. الا كنتو غديروا كيلو ديروا وحده. دابا غندير السوائل. عندي هنايا كاس ديال الزيت، نص ديالو بلديه والاخر روميه عادي. بسم الله. وعندي هنايا خل 80 ملي ديال الخل. الا كنتو غديروا كيلو ديروا 40 ملي. دابا هي كترتاح غادي نصايب، غناخذ واحد الكاس وغندير فيه الزعفران باش يترقق ليا بين دوز هاد الساعتين. صافي غادي نخليه حتى دوز ساعتين ونرجع معكم. صافي البنات دازت واحد المده ساعتين، غادي نعلي عليها. درت 2 كيسان ديال الماء الزهر وغادي نكمل بالماء. الماء البنات راني طيبته مزيان. هاد الكاس راه سخون باش نجمع به الشباكيه. المهم درت 3 الكيسان، من بعد لا كان خاصني نزيد. غادي ندير بيضه اختياريه، بغيتو ديروهم ما بغيتوش ديروهم. غندير بسم الله. الشباكيه ما كتبغيش تكون جاريه، يعني خاصها تكون قاصحه. صافي انا جمعتها، خاصها تكون بهذا القوام هذا، ما تكونش جاريه، خاصها تكون شويه قاصحه.
البنات انا راه ساليتها كلها وعمرت المقله بالزيت صافي. غنبدا نخليه حتى تسخن مزيان، غادي نرمي الشباكيه تكون العافيه شويه مجهده، غير يطلع ليا الفوق وغادي نقص البوطه باش ما تخطفش ليا. دابا ملي طلعت لي الفوق راه غادي نقص البوطه. نسيت نوريكم، غادي نخليها غير بحال هكا باش طيب ليا على خاطرها وتطيب ليا حتى من الداخل. صافي كنديرها في العسل اللي ثقيله وبارده، ما تكونش العسل سخونه، هي السخونيه ديال الشباكيه راه غتطلق العسل. ونقصوا البوطه ما تكونوش حيدوها باش ما تسخنش ليكم تبغيو ديروا الثانيه. والبوطه منقوصه حيت الزيت سخن مزيان، ولا سخن لكم مزيان طفيو عليه حتى يبرد شويه، عاد بداو ديروا الشباكيه ديالكم. انا دغيا درتها. نتمنى البنات تعجبكم طريقتي في الشباكيه، كتجي زوينه وقابط فيها العسل، كتجي زوينه بزاف. نتمنىكم تجربوها، كتجي رطبه وزوينه. هذا ما كان تشوفوا فيديو جديد وافكار جديده. خليتكم في امان الله، مع السلامه.